شايفين الجمال كله في حلة واحدة او في بايركس واحد، ده خطير تحفة. جبنا بقى البايركس بتاعنا، حطينا فيه المكرونة، وجبت الصلصة بتاعتنا. انا جبت نوع من المعلبات، الصلصة الجاهزة الخاصة بالمكرونة. ما عندكيش اضربي طماطم، حطي عليها معلقتين من معجون الطماطم وملح، وتبليها بملح وفلفل اسود وعيشي اللحظة. بعد كده قطعنا طماطم ونزلنا بيها على الصلصة، وكمان بصل جوليان، طبعا الكمية على حسب عدد الافراد اللي عندك. كمان كنت عاملة لحمة مفرومة مشوحاها على النار بملح وفلفل اسود بس، مش ضايفه لها بصل ولا اي حاجة، بيور. بعد كده معلقة كبيرة بقى من كل حاجة، اورجانو وملح وفلفل اسود، ده بس اللي احنا هنستعمله. ميه مغليه بقى، وانزلي على المكونات دي لحد ما المكرونه تتغطى تماما، يعني المكرونه ما تبقاش باينه. بعد كده لما تنزلي بالميه قلبي بسرعه عشان المكرونه ما تعجنش ومع الميه السخنه وهي نازله عليها. قبل ما تدخليها بقى الفرن، حطي معلقتين زيت كبار، وهتدخل الفرن على درجه حراره 200 لمده نص ساعه. نص ساعه الاولانيه قلبي فيها، وبعدين طلعيها، حطي الموتزاريلا، دخليها ربع ساعه كمان عشان تاخد لون من فوق. حاجه كده تحفه، ما خدتش اكتر، كله مع بعض ما خدتش وقت. تعالوا بقى ننقلها في طبق التقديم ونقول بسم الله. خطيرة، شايفين المطة رهيبة، حاجة كده اللوز. يلا بينا بقى ننقلها في طبق التقديم. عايزة اقول لكم الريحة والطعم رهيب. انا اول معلقة بصراحة ما قدرتش ان انا اصورها لكم لان كنت هموت واكلها. تاني معلقة قلت اما اوريكم شكلها عن قرب عامل ازاي، مش معجنة وما فيش اي حاجة، تحفة وخطيرة. وصفة سريعة، مش عشان ما تقفيش كتير في المطبخ. لو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.